هكذا كانت أحكام العصابة بمحكمة سيدي محمد. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. التماس إدانة السعيد بوتفليقة بعقوبة 18 سنة حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 3 مليون دينار. التماس عقوبة 18 سنة حبسا نافذة لطحكوت محي الدين وحداد علي وغرامة مالية بقيمة 8 مليون دينار. التماس إدانة الطاهر ميسوم بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. التماس إدانة طحكوت رشيد وناصر وإبراهيم بعقوبة 10 سنوات و3 ملايين. التماس إدانة الإخوة كنناف وأحمد معزوز ب15 سنة حبسا نافذة. التماس إدانة بعيري محمد بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا. الخزينة العمومية التمست إدانة المتهمين بغرامة مالية قدرها 500 ألف مليار دينار جزائري، فيما التمست كل من مديرية الخدمات الجامعية لولاية مستغانم والوكالة الوطنية للطرق السريعة بحفظ حقوقهما.